زينة، تعالي نتفق. انتي بتحب الفلوس، صح؟ أيوة طبعا، مين ما بيحبش الفلوس؟ بس بحبها تيجي بسهولة ومن غير وجع دماغ. طيب، تحبي أقولك إن في واحد من آلاف السنين كتبلك وصفة الغنى؟ مش كورسات، مش بورصة، ولا حتى تكنولوجيا؟ آه، وواحد من زمان؟ يعني مش من ناس البيزنس مودرن اللي بنشوفهم على انستجرام؟ لا، ده من بابل، أقدم مدينة مالية في التاريخ. وهو صاحب كتاب النهاردة، أغنى رجل في بابل. كتاب بيكلمك بلغة بسيطة، بس بيعلمك أسرار لو مشيتي عليها تقدر تكون فعلا غني وتفضل غني. يعني أخيراً كتاب بيتكلم عن الفلوس من غير ما يعقدني؟ بالظبط، 7 قوانين مالية بسيطة، قصص واقعية وحكم من أيام الذهب والمعابد. بس لو فهمتها هتعرف إن الغنى مش صدفة. تابعينا في الحلقة دي وهتعرف السر اللي مخلي أركاد أغنى رجل في بابل. أهلا بكم في بودكاست فيديو جديد. أهلا بيكم معانا. النهاردة هنغوص سوا في حكمة مالية قديمة قوي بس لسه بتنور لنا طريقنا. كلامنا عن كتاب أغنى رجل في بابل لجورج كلاسن. الكتاب ده مش نظريات معقدة خالص، لا ده عبارة عن قصص بسيطة كده من بابل القديمة، بس القصص دي فيها مبادئ قوية جدا لبناء الثروة. هدفنا النهاردة إننا نستخلص أهم الأفكار دي ونشوف إزاي يعني ممكن نستفيد منها في حياتنا دلوقتي. معانا شخصية أساسية في الكتاب، أركاد، أغنى واحد في بابل، وحكمته هي اللي هنفصصها سوا. يلا بينا. بالظبط. وأهم فكرة في الكتاب كله زي ما قلت هي إن الثروة دي مش صدفة، لا، دي نتيجة إن الواحد بيمشي على خطوات ومبادئ واضحة ومستمرة في إدارة فلوسه، يعني كأنها لعبة ليها قواعد. تمام. طب خلينا نبدأ بأول قاعدة ويمكن دي أشهر واحدة. ابدأ بملء محفظتك، اللي هي زي ما بنسمع دايما ادفع لنفسك أولا. الكتاب بيقول نشيل 10% على الأقل من دخلنا قبل أي حاجة تانية. السؤال بقى، ليه دي بالذات هي البداية؟ يعني ليه مهم قوي كده؟ أول خطوة أول ما الفلوس تيجي بتحولك من مجرد مستهلك لشخص بيبني ثروته بوعي. 10% دي مش رقم وخلاص، دي إعلان إن مستقبلك المالي ده مهم وله الأولوية القصوى. فهمتك. يعني هي نقلة نفسية أكتر منها مجرد حسبة فلوس. تمام. وده ياخدنا للنقطة التانية، اللي هي التحكم في نفقاتك. ما هو جميل نحوش 10%، بس لو الباقي بيتصرف كده وخلاص مش هنوصل لحاجة برضه. الكتاب بيشدد على أهمية إننا نفرق بين الضروري واللي إحنا عايزينه بس. أيوه. والنقطة بقى الخطيرة هنا هي فخ تضخم نمط الحياة. يعني كل ما الدخل يزيد المصاريف تزيد معاه ويمكن أكتر كمان. التحكم في المصاريف وإن الواحد يعمل ميزانية واقعية هو ده اللي بيخلي 10% دي ممكنة فعلا، وبيوفر كمان فلوس زيادة ممكن تروح للادخار أو الاستثمار. القصة مش حرمان، لا، القصة وعي بالصرف، توجيه الفلوس للأهداف الكبيرة، صح. يبقى كده حوشنا وعرفنا نتحكم في مصاريفنا. الخطوة الجاية إيه؟ الكتاب بيقول اجعل الذهب يتضاعف، ودي واضحة إنها بتتكلم عن الاستثمار، إن الفلوس اللي حوشناها دي لازم تشتغل وتجيب فلوس تانية. هنا بقى بندخل في حتة الفايدة المركبة، صح؟ بالظبط. الفايدة المركبة دي اللي بيقولوا عليها أعجوبة الدنيا التامنة. ببساطة كده يعني أرباح استثماراتك نفسها تبدأ هي كمان تجيب أرباح. فلوسك بتولد فلوس، والفلوس الجديدة دي بتولد هي كمان. طبعا ده محتاج وقت وصبر، بس ده أقوى حاجة تبني الثروة على المدى الطويل. تمام. بس تشغيل الفلوس ده برضو فيه مخاطرة، وده يخلينا نروح للمبدأ الرابع اللي هو احمي كنوزك من الخسارة. يعني مش أي فرصة استثمار ندخل فيها وخلاص. تماماً، دي نقطة مهمة جداً. الحماس للاستثمار ده كويس، بس ما ينفعش ينسينا إننا لازم نحافظ على أصل الفلوس اللي معانا. الكتاب بيحذر قوي من الوعود الوهمية بتاعت الثراء السريع قوي ده، أو إن الواحد يدخل في استثمار هو مش فاهمه كويس. مهم قوي الواحد يسأل أهل الخبرة ويفهم كويس طبيعة أي استثمار ومخاطره قبل ما يحط فيه فلوس. الحكمة هنا في التوازن بين الرغبة في إن الفلوس تكبر والحاجة إننا نحميها. دي كده أساسيات تكوين الثروة وحمايتها. الكتاب بيتكلم كمان عن خطوات تانية لتأمين المستقبل بشكل أوسع، زي مبدأ اجعل مسكنك استثماراً مربحاً.
هل دي معناها لازم كلنا نشتري بيوت؟ هو مش بالضرورة بالشكل الحرفي ده لكل الناس وفي كل الظروف، بس الفكرة الأعمق هي إن الواحد يبني قاعدة أصول مستقرة. يعني امتلاك بيت ممكن يكون جزء مهم من الأمان المالي والاستقرار لناس كتير، وبيقلل مصاريف الإيجار على المدى البعيد، بس لازم نبصله كجزء من خطة مالية أشمل، مش هدف لوحده كده وخلاص. وفي كمان مبدأ ضمن دخلا مستقبليا، ده واضح إنه بيبص لقدام قوي لمرحلة التقاعد وما بعدها. بالظبط، ده بيركز على أهمية إننا نخطط للمستقبل ونأمن مصادر دخل حتى لو بطلنا نشتغل للشغلانة الأساسية بتاعتنا، سواء بقى عن طريق استثمارات بتجيب عائد أو معاشات أو أي شكل من أشكال الدخل السلبي. الفكرة كلها في التفكير الاستباقي للمستقبل المالي، منستناش لحد ما نوصله ونلاقي نفسنا يعني مش جاهزين، وده طبعا بيحتاج صبر ونظرة طويلة الأمد. وآخر مبدأ بقى يمكن هو الأكثر ارتباطا بقدراتنا إحنا الشخصية، زد قدرتك على الكسب. يعني إيه دي؟ دي معناها إنك تستثمر في أهم أصل عندك، نفسك، تطور مهاراتك، تزود معرفتك، تحسن قدراتك في شغلك أو مشروعك. كل ده بيزود قيمتك وبالتالي بيزود قدرتك إنك تكسب دخل أعلى، والدخل الأعلى ده بيرجع يغذي كل المبادئ اللي فاتت. هي حلقة إيجابية كده بتخلي نموك المالي مستمر. الحقيقة المبادئ دي كلها مع إنها جاية من زمان قوي، بس الواحد بيحس إنها منطقية وبديهية جدا دلوقتي. يا ترى إيه السر إنها لسه مؤثرة كده؟ أعتقد السر في بساطتها وفي تركيزها على السلوك البشري الطبيعي ناحية الفلوس. الكتاب بيقدم الحكمة دي في شكل قصص وحكايات، فده بيخليها سهلة الفهم والواحد يفتكرها أكتر من أي معادلات ونظريات معقدة. هي ببساطة بتتعامل مع أساسيات إدارة الموارد الشخصية، ودي حاجات أصلاً ما بتتغيرش كتير مع الزمن. إذن خلاصة الكلام ده إيه؟ يعني الرسالة الأساسية اللي ممكن ناخدها من حكمة البابليين دي؟ إن بناء الثروة ده مش سحر يعني ولا ضربة حظ، لأ، ده ماراثون طويل بيعتمد على بناء عادات مالية صح والالتزام بمبادئ بسيطة ومجربة. الموضوع كله في الاستمرارية والالتزام. وهنا بقى ممكن نسيب المستمعين بفكرة كده يفكروا فيها. لو بصينا للمبادئ السبعة دي كلها كنظام على بعضه، لو في عادة واحدة بس ممكن الواحد يبدأ فيها فوراً النهاردة، وتكون هي الشرارة الأولى أو يمكن الأكثر تأثيراً في رحلته لتطبيق حكمة بابل دي، تفتكر ممكن تكون إيه من وجهة نظر كل واحد عن الحكمة المالية الخالدة في أغنى رجل في بابل؟ شكراً لوقتكم.